بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هيهم كل ست. بالنسبة الحلل دي حكايتها حكاية. شركة ماستر. شركة ماستر أنا جبتهم من كارفور في عيد الأم. كانوا الطقم عبارة عن 3 حلل ومعاهم الشواية اللي بتقفل وبتفتح دي. وكانت كان ب1500، دلوقتي بقوم ب2000 وشوية. فطبعا انا استعملت الحلل. وما بستعملش الحلل للاسف، يعني هقول للاسف، يعني هقول ايه، مش قادره اقول حاجه تانية غير بالسباتولا. زي اي واحده بتجيب الحلل اللي هي الجديده دي. طبعا انا ندمت جدا لما جبتهم. إيه اللي حصل؟ ان الحلل بدات تفحر من قعر الحله كده، بدات تفحر وتطلع، الاقي فيها سواد وعفن من جوه. المهم ان انا الكلام ده كان في عيد الام اللي فات، فمن حوالي شهرين كده اتصلت بالشركه واتفاوضت معاهم وقلت لهم لا، ما ينفعش الكلام دوت. طبعا انا كنت بحاول، وانا عارفه ان في مصر بصراحه مفيش اي حاجه بتتغير يعني. المهم، لكن فعلا لا ضاع حق وراءه مطالب، وهي طلعت شركه محترمه في المعامله جدا بصراحه، يعني الحق يقال. فوجئت ان هم من 20 نوفمبر بعتين لي واحد. 20 طبعا 20 نوفمبر 22. بعتين لي واحد شركه شحن وبالمجان، اخدوا مني الثلاث حلل كانوا بنفس المنظر. يعني ايه، حله اتقل من حله، لكن هي نفس المنظر ونفس الحفر اللي في قعر الحله ونفس العفن من جوه. اول ما بتتحط على النار بتبوظ بعد شهر، هي شهر او شهرين بكتير. المهم خدوها، والحمد لله رب العالمين طلعت معاملتهم كويسه فعلا، على خلاف ما انا كنت متخيله. يعني هم قالوا لي لو كان عيب مصنع احنا هنبعت لك غيرهم. لو كان عيب استخدام، انت حضرتك هتتحملي 30% واحنا هنتحمل 70%، بالاضافه انك هتحملي شركه الشحن رايح جاي. قلت له خلاص ماشي. انا قلت اجرب، وبرده دلوقتي بقيت ب 2400 او 2300. قلت خلاص، انا حتى لو دفعت 500 جنيه ولا 600 جنيه، برضو يبقى انا كسبت الحلل ديت. طبعا هتلاقوا هنا هو الكرتونه مختلفه، بس هي اتبدلت عندهم الكراتين يعني، لكن هي جايه لي مقفوله والحمد لله رب العالمين. فانا قلت ان انا هعمل الفيديو ده علشان خاطر افرج الناس على الحلل، وبرضو تعرفي ان لا ضاع حق وراءه مطالب. وفي نفس الوقت المهم المهم فعلا الحمد لله. بصيت لقيت النهارده يوم 3/12، لقيتهم بعتين لي ال3 حلل من غير كلام، حتى من غير اتصال، من غير ما يقولوا ده عيبك ولا عيبنا ولا اي حاجه. وده دليل على ان هو عيب تصنيع. بعتولي بصراحه 3 حلل جداد خالص، فحبيت ان انا اشارككم التجربه دي. هي دي شركه ماستر. المعامله كويسه جدا، بس انا نصيحتي لاي واحده ما تجيبيش الحلل اللي بالمنظر ده، معلش. هم كويسين وزي الفل، بس هاتي من ماستر. يعني شركه ماستر دي كويسين في معاملتهم على الاقل، لكن الحلل لونها ابيض من جوه ومن بره كده، لا، هاتي الحله اللي من جوه نفس لون بره، اللي هي جرانيت، بس تكون من جوه زي بره، حاجه واحده. بلاش دي، تحسي ان دي طبقه مطليه وبتتجرح فعلا. بس انا هعمل كده معاهم. منين ما هتتجرح هتصل برضو بيهم تاني. هعمل ايه؟ هتصل بيهم تاني يجوا ياخدوها ويشوفوا عيب التصنيع بتاعهم. لكن هي الحق يقال ان هم معاملتهم كويسه جدا، وبعتوا جابوا لي حلل جديده، اخدوا مني الحلل دي وجابوا لي حلل جديده. وطبعا انا ما كنتش انا كنت محتفظه طبعا بالكراشين بتاعتهم، وكنت محتفظه بالاكياس دي بتاعتهم. فانا بعت الحاجه رجعت لي زي ما هي اهي. وبصراحه 13 يوم كانت الحاجه عندي وبدون مقابل اهو. سواء بقى طلت او غيروها، بس اللي انا الحلتين دول لقيت الكراتين بتاعتهم مفتوحه، ممكن تكون طلوها يعني، عملتها بالطلاق يعني، عطوها لون. لكن بس المهم ان هم نضاف وجداد بالنسبه لي، احسن من اللي انا كنت فيه. انا كنت هرميهم خلاص. اما دي جات لي متبرشمه بصراحه، دي جات لي متبرشمه، ده دليل على ان هي جات لي واحده تانية غيرها اهي. على فكرة الحلل دي بتخش الفرن، يعني تقدري تعملي فيها تورتايه.
تقدري تعملي فيها تورتايه، تقدري تحطي مثلا فيها اي حاجه وتحطيها في الفرن. الحق يقال ان المعامله كويسه. وانا طبعا انا قبل ما اصور انا فتحتهم وحطيت فيهم زيت، لكن انا برضو عايزه في التصوير اوريكي ازاي احنا قبل ما نستعمل الحلل الجديده دي ايا كانت نوعها لازم نعمل ايه. طبعا احنا ما بنستعملش غير السباتولا دي، عشان بيقول لي ممكن يكون عيب استعمال. لا، هو عمره ما هيكون عيب استعمال، لان احنا فاهمين كويس قوي الحلل دي هنستعمل بيها معاها السباتولا دي. لكن بالنسبه انا نصيحتي ليكي ما تجيبيش الحلل اللي من جوه ابيض دي بصراحه. ورغم ان انا اتعكيت فيها قبل كده، كانت حلل تركي وكانت من جوه من بره اخضر ومن بره من جوه ابيض. رغم ذلك بجد بجد ضحك عليا المندوب بتاعهم اللي واقف في كارفور واكل بعقلي. قعد يقول لي دي ما بتتجرحش، ومسك حاجات كوين كده وقعد يجرح فيها ويعمل فيها، ضحك عليا حرفيا. فانا صدقته فخدتهم، قلت حلو قوي ابيض في الوان من جوه. انا ما بحبش الحاجه تبقى ايه، ابقى شاكه ان في لون يطلع في الاكل ولا حاجه، قلت اخد الابيض. ففعلا كان ضحك عليا فعلا بجد. لكن هي كشركه شركه ماستر ارجع اقول معاملتهم كويسه جدا. لكن انت ما تشتريش فعلا اللي ابيض من جوه كده، او اي لون من جوه غير اللي بره. لا، هاتي الحله اللي لونها بره زي اللي جوه، اللي هي بتبقى جرانيت حته واحده. لكن كده اعرفي انها مطليه. انا قلت لا وصدقت المندوب اللي كان واقف يشرح وقعد يعملها لي كده بالكوين وبالحاجه بالمفتاح وما اعرفش ايه، وبصي وشوفي. لا، تاكدي ان هم العرض فعلا الحلل اللي هم بيعرضوها وبيجرب لك عليها ويحدفها في الارض واللي لا، تاكدي ان ده نوع غير اللي بيتباع. انا عايزه اقول ان احنا اهوت اول ما نجيب الحله الجديده بنجيب زيت وبندهن الحله كويس جدا زيت اهو، عشان بيقولوا بس عيب تصنيع، عيب استخدام. هو عمره ما يكون عيب استخدام، يعني انا عمري ما هضر نفسي بحاجه انا دافعه فيها فلوس، عمري. اهو ادهنها كويس جدا زيت، وهركنها بقى لبكره قبل ما استخدمها تاني. اهي برضو الحله التانيه اهي هدهنها كويس جدا زيت اهو. اهو واغطيها واخليها لبكره عشان استعملها. بس اهو ارجع اقول الحمد لله ان انا ما خسرتش فلوسي. ولو ان دي برضو مش مريحه، لا بس هي كويسه، هي فيها نقط لبني كده من جوه اهو. انا دهنتهم واسيبهم بقى لبكره ان شاء الله علشان استخدمهم. وانا حبيت اشارككم في التجربه بتاعتي علشان خاطر كل ست تبقى فاهمه هي بتتعامل مع ايه وبتستعمل ايه. لان بصراحه الحلل كتير جدا جدا في السوق، واحنا بقينا محتارين، يعني احنا بقينا محتارين. وللاسف المندوب اللي واقف يبيع اعرفي ان هو تبع للشركه مش تبع للمكان. يعني انا اشتريتها من كارفور، اللي مندوب اللي واقف هو فعلا ضحك عليا. انا كنت هاخد حلل من النوع الجرانيت من جوه ومن بره، تبقى اغلى شويه بس يبقى احسن لي. لا، هو فعلا ضحك عليا بشطارته، ضحك عليا بشطارته. لكن انا بالنسبه لي الحمد لله كشركه ماستر، طبعا عندهم انواع كتير مش النوع ده بس. شركه ماستر بجد يا جماعه انا بقول لكم ان معاملتها كويس جدا اهي. شركة ماستر معاملتهم حلوة جدا، وفعلا اخدوا مني الحاجة ورجعوها لي جديدة، الحاجة اللي انا اشتكيت منها. فعلا شركة ماستر شركة كويسة وشركة محترمة، وفعلا رجعت لي الثلاث حلل جداد. والحمد لله انا كده ما خسرتش فلوسي، انا بس مجرد خسرت وقت، لكن الحمد لله. وبرضو لو رجع الموضوع اتكرر تاني انا معلش انا هتصل برضو برقم التليفون بتاعهم تاني اللي هو فين، بسم الله، هتصل تاني اهو 15/1/27. هتصل تاني وهغيرهم تاني، لان دي مسؤوليتهم، لان هو الموضوع خلاص بقى، يعني خلاص انا تعبت اهي. بيقول لك تعليمات الاستخدام: يجب غسل اواني ماستر جيدا قبل الاستخدام. حاضر عينيا. لا تقطعي داخل الاناء حتى تحافظي على الطبقه السطحيه. لا تضعي الاناء على مصدر حراري وهو فارغ. دي اهم حاجه يا جماعه، النقطه دي اهم حاجه.
حطي الحاجه وحطي مثلا الإدام بتاعك، السمنه، الزبده، وبعد كده حطيه على النار. ضعي الإناء في وسط المصدر الحراري حتى لا يتعرض المقبض والطبقة الخارجية للحرق. طبعا دي الحلل دي معاها 4 مقابض كده. انا استعمل الطقم ده، كان معاه الشوايه اللي هي بتقفل وبتفتح، بصراحه تحفه. تحفه تحفه حرفيا. انت هتحطي فيها لحمه، هتحطي فيها فراخ، وهتغطيها تقفليها، بتستوي في منتهى الجمال، حراريه جدا، حراريه وبتكتم الحراره جواها، والاكل فعلا بيستوي وجميله، والحمد لله ما تقشرتش ولا جرالها اي حاجه. ودي كانت تجربتي. انا قناه طبخه ووصفه واكله، واتمنى ان انتوا تدعموني وتشجعوني بلايك واشتراك في القناه علشان تشجعوني وتدعموني. والى اللقاء في وصفه جديده او اكله جديده. باي باي.